طبعا التهديدات التركية مو جديدة، صار لها فترة دائما الأتراك يهددوا شمال سوريا شرق فرات. طبعا هاي المخاوف التركية من انه في هون تهديدات على الامن القومي، بس نتيجة يعني المحادثات اللي صارت بين الاتراك والامريكان اثبتوا لهم الامريكان انه ما هالقوى الموجوده قوات قسد، يعني ما راح تكون تهديد على الامن التركي بهذه المنطقه. لكن الاتراك هن هدفهم بيقولوا انه البي كي كي هن او البيدي مسيطرين على زمام قسد وبدهم يشكلوا فيدراليه بهالمنطقه، وهالفيدراليه بتهدد الامن التركي القومي. تتوقعون انه تركيا تكون جديه بهجمات او الضربات العسكريه على المنطقه، او تكون المنطقه عفرين الثاني؟ لا، ما اعتقد المنطقه راح تكون بيختلف الجو الجيوسياسي الشرقي فرات عن غربي فرات. الغربي فرات او عفرين بالاخص ما كانت منطقه امريكيه، ما كان في نفوذ امريكي، بهالمنطقه في نفوذ امريكي، والامريكان وهن حسب تصريحاتهم اخر شيء نتيجه التهديد الاخير انه قالوا انه هاي الاتراك بيستخدموها للاستهلاك المحلي، وفقط يعني هدفهم الاتراك من هالتهديدات هو الحصول على اكثر امتيازات، وهن مش راضين بالنسبه للمناطق الاقتراح الامريكي انه يكون في نقاط مراقبه على هالحدود، بدهم تدخل اكثر بهالمنطقه. وهي حسب قناعتي هناك ضغط من الروس بهذا الاتجاه، عم بدعموا الاتراك بهالاتجاه. ما اعتقد راح يكون شرقي فرات سيناريو كسيناريو عفري.